ملياردير بس ما غيرش عربيته من 15 سنة وغسل أطباق في أشهر المطاعم في ألمانيا. أول مرتب قبضه كان من الدروس الخصوصية والكل كان بيتريق عليه في بدايته، بس دلوقتي بيرفعوا له القبعة. شايف إن الثروة 60% منها حظ، وندم على 3 حاجات عملهم في حياته. خليكم معانا واحنا نحكي لكم تفاصيل وأسرار كتير عن الملياردير سميح سويرس في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي. استضافت الملياردير سميح سويرس اللي قرر يفتح لها قلبه لأول مرة ويتكلم عن أسرار في حياته، من أيام ما كان طالب شغال في الغربة عشان يصرف على نفسه لحد ما بقى ملياردير ورجل أعمال عالمي. لكن رغم كل ده لسه شايف إن الفلوس مش كل حاجة، وإن المتعة الحقيقية في التجارب اللي عاشها. سميح سويرس دلوقتي عنده 68 سنة، اتربى هو وإخواته نجيب ونصيف في بيت بيقدر قيمة الشغل والتعب، مفيش دلع مفيش رفاهية. أبوهم أنسي سويرس كان بيأمن لهم أساسيات معيشتهم، الأكل السكن المواصلات وأكيد مصاريف كتب الجامعة مثلا، لكن أي حاجة زيادة ما كانش حتى بيفكر فيها. وقال لهم بالنص اللي عايز يتفسح يروح يشتغل، وده اللي خلى سميح يفكر يشتغل من وهو طالب في المدرسة. وفعلا بدأ سميح يدي دروس خصوصية بنفسه لطلبة في المدرسة بتاعته عشان يصرف على نفسه. مش بس كده، ده لما دخل الجامعة في برلين عاصمة ألمانيا قرر إنه يشتغل ويتر، وفعلا عمل كده، اشتغل ويتر في مطاعم آخر كل أسبوع، وده عشان يكسب 100 أو 200 يورو في الأسبوع. مش بس كده، ده كمان كان بيغسل الأطباق، لكن الشغل ده كان مؤقت ما قعدش فيه كتير، وده لأنه كان مرهق جدا بالنسبة له. الحظ بقى لعب دوره في حياة سميح، واللي حصل انه وقت ازمه البترول في السبعينات طلب على الترجمه من الالماني للعربي كان عالي جدا. سميح بقى استغل انه متقن اللغتين وبدا يترجم بالسطر وياخد 2 مارك الماني عن كل سطر. وقتها دخله من الترجمه مع مصروف والده مرتب كده يساوي مثلا راتب مدير شركه حرفيا، لدرجه انه في مره ترجم كتاب كامل اسمه ازاي تتكلم عربي وباعه في مصر وهو كان في اجازه الصيف ساعتها. رجع بقى المانيا وهو محقق ارباح كبيره جدا. سميح بعد ما خلص دراسه قرر انه يحط هدف قدامه، وهو انه يجمع اكبر قدر من الفلوس عشان يقدر يعيش مرتاح. وفعلا اشترى اول مركب ليه في الغردقه ب 14000 جنيه. اخواته سخروا منه وقالوا على المركب دي نورماندي 2، بس هو كان مبسوط قوي انه بدا يصطاد وينام على اي جزيره هو عايزها براحته يعني. دلوقتي هو عنده مشروع الجونه، واللي لما بداوا كان فاكر انه بيلعب كده، لحد ما تحول المشروع ده لاشهر منتجع في مصر، واللي بيتعمل فيه مهرجان الجونه دلوقتي وبيشارك فيه فريق الجونه في الدوري الممتاز. ومن ساعتها هو كان بيحلم يلف العالم بالمركب، لكن اتأجل الحلم لحد ما ولاده كبروا، وفي سن بقى 58 أخد المركب ولف العالم سنة كاملة، وكان معاه أولاده وكمان مدرسين بيذاكروا معاهم في البحر. سميح بيقول إن متعة الفلوس بتقل مع العمر، وأكبر دليل على ده إنه من 15 سنة وهو سايق نفس عربيته القديمة كان رافض يغيرها لأنه بيحبها. كمان كان شايف إن الثروة تكوينها في الأساس 60% حظ و13% ذكاء، الباقي بقى ده جرأة وإصرار وحاجات تانية. سميح كان صريح جدا وقال انه ندم في حياته على 3 حاجات، اولهم اجراء جراحي اتعمل له وهو صغير اثر على رجليه، وانه رفض يبيع شركته قبل ازمه 2008، وندم كمان على تاجيله لتعليم المزيكا من وهو صغير. انت بقى مين اكتر حد بيلهمك في عيله سويرس؟ ويا ترى شايف ان تحقيق الثروه فعلا حظ زي ما هو قال ولا شطاره؟